بما ان تم رسميا اعلان رحيل صلاح عن ليفربول اخر الموسم، فتعال اقول لك على كل الانديه او الفرق اللي ممكن محمد صلاح يلعب ليها بعد ليفربول، وكمل معايا الفيديو للاخر عشان اعرفك تصريح رامي عباس وكيل اعمال محمد صلاح لما اتسال ايه النادي اللي هيلعب ليه محمد صلاح بعد رحيله من ليفربول. اول احتمال واللي ناس كتيره جدا بتتكلم عليه هو انتقال محمد صلاح الى برشلونه، وده لان في تصريح شهير لمحمد صلاح في بداياته قال ان برشلونه هو فريق احلامه، ولكن بالنسبه لي هيكون صعب جدا نشوف محمد صلاح في برشلونه بالذات في وجود لامين يامال، ونفس الشيء بينطبق على ريال مدريد، واللي كلنا عارفين ان بيريز رئيس ريال مدريد ما عندوش في قاموسه ان هو يتعاقد مع لاعب كسر ال 30 سنه. واظن محمد صلاح عند ريال مدريد مش هيبقى اغلى من كريستيانو رونالدو. ثالث احتماله هو بايرن ميونخ الالماني، واللي انا شايفه مستحيل لان المركز دوت فيه لاعب اسمه اوليسيه، اللاعب المرعب حرفيا، واللي ما اظنش ممكن يقعد لمحمد صلاح دكه. نخش بقى على الاحتمالات الاقرب، عروض الانديه السعوديه اذا كان اهلي جده او النصر السعودي او الاتحاد واخيرا الهلال. من وجهه نظري النادي الافضل لمحمد صلاح هو النصر السعودي كتسويقيا، وان هو يلعب مع كريستيانو رونالدو في نفس الوقت يرادوا كريستيانو رونالدو بعد سخطه الكبير ان كل اللعيبه الجامده لما بتيجي السعوديه بيشتريها الهلال. ولكن على ارض الواقع لو خيروا صلاح بين الاربع انديه فكده كده صلاح في الهلال. اخيرا وده طبعا احلام العصاري ان الخطيب يتعاقد مع محمد صلاح عشان يسكت جمهور الاهلي بعد الفضيحه اللي حصلت في افريقيا، ودي انا قلتها كده عشان انا اهلاوي يعني. اصلا محمد صلاح لو عايز يلعب في مصر يلعب للزمالك عشان هو اساسا زملكاوي، وده اصلا مش هيحصل. اما بقى راي رامي عباس وكيل اعمال محمد صلاح عن الموضوع دوت، لك لحد دلوقتي ما نعرفش احنا رايحين فين. محمد صلاح اخر الموسم هيبقى فري وافضل عرض ليه انا هقبل بيه. فقول لي انت بقى دلوقتي في الكومنتات ايه افضل نادي لمحمد صلاح يلعب فيه، ولو راح السعوديه يختار انهي نادي من الاربع فرق.